السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم وازي عيالكم؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا من الفيديو اللي قبل اللي فات عشان تعرفوا قد ايه انتوا وحشتوني قوي. اليقين عنوان محاضرة اليوم، اليقين في الله تبارك وتعالى، وقد ايه احنا في اشد الاحتياج اليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو انكم تتوكلون على الله حق توكله، يعني حققتم معنى التوكل على الله واعتمدتم عليه بكل صدق واخذتم بما تيسر معكم ولكم من الاسباب، لرزقكم كما يرزق الطير. اخذت بالاسباب وطارت تغدو خماصه، راحت وهي بطنها فاضيه، فيرزق الله تبارك وتعالى وتروح بطانه، تيجي معاها اكلها وشربها لعيالها وهي بطنها مليانه وشبعانه. مثال تاني من القران الكريم على اليقين، قصه زكريا عليه السلام في بشرى الله تبارك وتعالى له بولد، مع ان امراته كانت عاقر. قصدك عاقم؟ لا، عاقر. الله، وفي فرق بين العاقم والعاقر؟ طبعا في. اسمع الموقف ده. بيقول صاحبنا واحنا بندرس العقم في النساء في الكليه، الدكتور قال: حد فيكم يعرف يا اولاد الفرق بين المرأة العاقم والمرأة العاقر؟ فما حدش فينا رد. فاتكلم الدكتور وكمل وقال: العقم يا اولاد ده سبب من اسباب عدم الخلفه عند النساء، لكن بامر الله تبارك وتعالى بالعلاج والمتابعه ممكن يجيب نتيجه وتخلف باذن الله. ولذلك تلاقي كتير جدا في الشارع بانر لدكاتره كتير مكتوب عليها مثلا: استاذ دكتور معوض رزق، اخصائي النساء والتوليد وعلاج العقم وليس العقر. عمرك شفت مكتوب وعلاج العاقر؟ بصراحه لا، وكذلك انا برضه عمري ما شفت. اذا ممكن المراه العاقم ممكن تنجب باذن الله بالعلاج، اما العاقر هي التي لا تنجب ابدا، فهي كالارض البور، مهما حرثتها ورميت فيها من حب وبذر فلن ينبت ابدا. يرجع مرجوعنا تاني لموضوعنا الا وهو اليقين. ومن جمال اليقين في قول الله تبارك وتعالى على لسان زكريا في سورة مريم: قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. جاء في تفسير البغوي: قال رب أنى، يعني كيف، ازاي يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. عتيا يعني يابسة. قال قتادة: يقصد نحول العظم، حيث يقال أن زكريا عليه السلام بلغ من العمر 120 سنة وامرأته بلغت 98 سنة. وأصل عتية عتو، حيث قصرت التاء تخفيفا وقلبت الواو الأولى إلى ياء لمناسبة وجود القصرة، والواو الثانية إلى ياء لتضغم فيها، يعني مستحيل تنجب. وتلاحظ هنا الثقة اللي بيدعي بها سيدنا زكريا: رب أنى يكون لي، سؤال مغلف بالرجاء، على الرغم من استحالة حدوث الإنجاب إلا أنه كان على ثقة باستجابة الله تبارك وتعالى له رغم استحالة الطلب. وده ليه؟ لأن عنده يقين. وقد كان وجبر الله بخاطره ورزقه بيحيى. ومثال أخير يحكى عن أبي حنيفة النعمان أنه عند قلة نزول المطر فيذهب لصلاة الاستسقاء، وبعد ما يخلص الصلاة يطلع على سطح بيته مباشرة يصلح مزراب البيت، يقين في الله تبارك وتعالى أنه هينزل المطر وبغزارة. إذن فالخلاصة: لا تعبد الله ليعطيك ولكن اعبده ليرضى، فإن رضي أدهشك بعطائه، وعامل الله باليقين يعاملك بالمعجزات. وبس كده. وقبل ما اقول لك سلام عليكم، لو كنت تحب تشوفنا مرة تانية فنيابة عن أعضاء الفريق معانا كلهم بنقول لك وبكل حب: احنا برضه نحب نشوفك مرة تانية وتالتة، ومنتظرين دعمك بالاشتراك والتعليق ومشاركة الفيديو. ومشاركة الفيديو ديت لك أجر فيها، لأن الدل على الخير كفاعله. وبس كده. السلام عليكم.